تخيل تروح لدكتور عيادته وانت ضغطك عالي فتتفاجئ ان ضغطك اتظبط. ده عكس الكلام اللي اتكلمنا عنه قبل كده خالص. خليني اكلمكم عن نوع تاني من الضغط صعب جدا في تشخيصه، وهو ماسكد هايبرتنشن. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله. مع ان دي من الحاجات اللي ممكن تبان انها بتفرح اي دكتور، الا انها بتمثل لنا تحدي كبير جدا في تشخيص الضغط. كل مره بنقيس الضغط في العياده بيبقى مظبوط، وكل مره المريض بياكد لي انه ضغطه عالي. والسبب الحقيقي للموضوع ده مش معروف. يمكن يكون السبب هو الراحه النفسيه اللي انت بتحس بيها وانت قاعد مع الطبيب المعالج ليك، عشان كده بيسموه ماسكد هايبرتنشن او ارتفاع الضغط اللي متغطي بقناع. عشان كده في الحالات اللي زي دي لازم بنلجا لقياسات الضغط بره العياده، سواء بجهاز زيبق او جهاز ديجيتال معتمد او حتى بالامبيولاتوري بلاد بريشر، عشان نشوف الوضع بره العياده والمريض عايش حياته في بيته وفي شغله وفي وضعه الطبيعي ضغطه عامل ازاي. ورغم ان الكلام ده ممكن يبان خيالي ومش منطقي، وعكس كل الكلام اللي اتكلمنا عنه قبل كده في موضوع الوايت كوت هايبرتنشن، لكن الموضوع علمي ومثبت بكل الابحاث والدلائل. وساعتها هنبدا علاج للضغط حتى لو القياس في العياده مظبوط. ادعي لوالدي بالرحمه والمغفره، وادعي لاهالينا في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان بالصبر والثبات. وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن الضغط قبل كده. لو عندك اي اسئله بخصوص ارتفاع الضغط اكتبها لنا في الكومنتات، ولو عايز تعرف اكتر عن الامبيولاتوري بلاد بريشر برضه اكتب لي في الكومنتات. دمتم بصحه وعافيه.